يا صباح الخير عليكم. الفيديو بتاعنا النهاردة هنخزن فيه الملوخية من أول خطوة لآخر خطوة. دول 2 كيلو ملوخية فلاحي أنا جبتهم لسه جايباهم حالا. الراجل كان بينده تحت البلكونة، فطبعا اشتريت منه 2 كيلو. ال2 كيلو دول ب20 جنيه. الملوخية ده أوانها في التخزين يا جماعة، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. هنسمي الله مع بعض. أنا جبت ال2 كيلو، قطعت الجذور بتاعتها ونقعتها في مية لمدة ربع ساعة عشان تاخد وتدي مع بعضها كده، لو في اي شوائب او اي تراب ينزل في الميه. وبعدين اتخلصت من الجذور طبعا. بعد ما نقعتها بربع ساعه في الميه كده غسلتها كويس، شطفه اديتها شطفه تمام. وبعدين سبتها تصفي مع نفسها، ولما افضى ان شاء الله هقطفها. وبعد ما قطفتها طبعا انا ما فرمتهاش في نفس اليوم لاني ما كنتش فاضيه. قطفتها وشلتها في شنطه محكمه في التلاجة. شايفين بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، الخضار والجمال بتاع ربنا ما شاء الله ولا قوة الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خليكي معايا لنهاية الفيديو وان شاء الله هنخزن مع بعض احسن ملوخية. كده كان تاني يوم يا جماعة. انا جبت طبعا الدورق بتاعي ونزلت فيه بمية، وبعدين حطيت معلقة سكر وكمان معلقة كربوناتو، وسبت المية على النار تغلي. انا مش عايزاها توصل لدرجة الغليان. وهنا كانت الملوخية خرجتها من التلاجة، بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. هسيب المية تسخن، مش عايزاها تغلي يا جماعة للآخر. وهنا شايفين المية نملت معانا ازاي. هبدأ انزل بأول كمية من الملوخية، بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. شايفين اول ما بتتحط في المية بالكربوناتو و... ومعلقة السكر، تحسوا ان الخضار بتاعها بيبدأ يزيد. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والشبكة اللي احنا بنصفي بيها البطاطس طبعا مغسولة ونضيفة. ببدأ اضغط على الملوخية عشان اتأكد ان كل ورقة فيها نزلت في المية السخنة. وهنا بتقعد حوالي دقيقة دقيقتين بالكتير، وبعدين بشيلها بصفيها وبنزل بيها في طبق محطوط متحضر جنب الدرق بتاع المية المغلية. كده تمام ما شاء الله. القوة الا بالله. دي كانت اول كمية حطيتها في الخلاط. انا بفرمها في الخلاط، بحط شويه صغيرين جدا من الميه اللي انا بغلي فيها الملوخيه علشان تمشي معانا كويس في الخلاط. نبدا نضربها. انا هنا بضربها وهي سخنه، وطبعا مخليه الخلاط الغطا بتاعه مفتوح. وادي النتيجه بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. شايفين الخضار يا جماعه؟ الله اكبر. يا ريت يا جماعه ما تكسلوش، والله ده اوان تخزين الملوخيه. قومي خزنيها ومش هتندمي. يا ريت ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناه ولايك وشير ومفعل الجرس على الكل. والسلام عليكم ورحمه الله.